ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اغبى حاجه ممكن تعملها كأب ان انت تقارن نفسك بالام، كأنك بتقارن بالظبط ايد الهوم بالكيتشن ماشين. كل ام عندها قدرات خارقه انت لا تتخيل. سوبر باور، ابسط قدره من القدرات الخارقه انها بتفهم اي كلام اللي ابنها الصغير بيقول. تلاقي الواد الصغير جاي لها ماما انا ماشي، اي كلام فارغ، تلاقي خدته في حضنها كده. طيب يا حبيبي خلاص ان شاء الله يوم الاربع باذن الله، حاضر، بس انت تبقى شاطر. ها حضرتك فهمتي هو بيقول ايه؟ هو بيقول عايز ياكل رز وملوخيه وفراخ، ولما يكبر عايز يكمل تعليمه بره ويطلع دكتور مخ واعصاب ويعالج اطفال المجاعات. هل كل ده وفهمتيه عادي؟ تقول لك ما هو الكلام واضح اهو. سوبر باور، لما تلاقي تجمع امهات كتير كده ومعاهم اطفال صغيرين وتظهر ريحه مش تمام كده، تلاقي ام الولد اللي عمل العمله دي لا فجاه قامت وراحت اتوجهت لابنها، عارفه، والباقيين قاعدين مريحين عادي. كل ام بتميز عمله ابنها بالتحديد. تلاقي جوزها بينغزها كده، شكل زيزو عملها، قومي شوفي، تبص له بثقه كده وتقول له لا مش زيزو، لا مش شغل زيزو ده، احنا تمام. طبعا قدرات الامهات الخارقه الشهيره انها بتهرش الكذب فما تصيعش. الام من النظره الاولى ولو في شك بتعرف انك بتحور، من النظره الثانيه بتاخد منك كل الاعترافات، تطلعك ملط المكان والزمان واداه الجريمه وكل حاجه. فاثر ده من زمان، من وانت صغير، اللي هو محمد انت اكلت شوكولاته قبل ما تتغدى؟ لا يا ماما. كام واحده؟ 4. على طول لازم تعترف. او مثلا ايه كنت فين يا محمد؟ كنت في الشغل يا ماما. كنت فين؟ في شقة حسام بنلعب بلاي ستيشن وضربت على فلوس الدرس، وتبيع زمايلك وتقول على كل حاجة. سوبر باور. وطبعا معروف ان كل الامهات بتشوف بقفاها عادي. الام بتكون واقفة في المطبخ وبتعمل الغدا، بيني وبينها حوائط ومنور وحاجات، وانا نايم في اوضتي وقافل على نفسي الباب، تناديني وتقول لي سيب التابلت اللي في ايدك وقوم ذاكر لك كلمتين، وما تهزش رجلك، واعدل الشبشب اللي قدامك، ودخل الفالنة في الحاجات. سوبر باور. السوبر باور دي بقى بتبقى سلاح ذو حدين، يعني ليها استخدام في السلم والحرب. وانت صغير يعني في السلم بتكون انت في سابع نوم، بس هي تسمع اصغر كحة منك، عطسة، نفس مش سالك، مش عاجبني النفس ده، صوت الموتور مش عاجبها، صدر مشخلل، حركة امعاء مش طبيعية، تلاقيها قامت واتدخلت. لما بتكبر بقى القدرة دي بتكمل معاك، تسمع صوت تكة الولاعة وانت مع نفسك، حكة الكبريت في البلكونة، فتحة كان البيبسي اللي انت كنت مكمرها، مكالمات التظبيط، خطواتك وانت بتتسحب ونازل. سوبر باور. في قدرة خارقة بجد بقى، البصة، اللي هي نظرة التهديد بتاعت الأمهات دي. لما هي تبصها لك بقى أنت بتتثبت، حتى لو أنت طاير في الهواء تلاقي نفسك ثبت كده، بتبص لك مباشرة كده وتعمل أي كونتاك معاك، تروح مبرقة نص تبريقة كده، بعدين تضيق عينيها وتوسع الحدقة مرة واحدة، تكون في جزة خفيفة على الضروس الخلفية، وحركة أرنبة المناخير اللي هي بتطلع وتنزل دي غالبا بتستخدم قدام الضيوف. بص لك البصة دي، تطلع شعاعين ليزر من عينيها، أنت تجيب ورا وقتي، مفيش حد بيصمد قدام الحركة دي. سوبر باور. الأمهات عامة عندهم قدرات خارقة وعجيبة ولطيفة في نفس الوقت. هي ببساطة ممكن تحل أي مشكلة مع أولادها بالأكل، تحس إن هي ساحر القبيلة كده. يعني مثلا تقول لها ماما أنا عندي برد، تقول لك أعمل لك شوربة لسان عصفور. ماما أسناني بتوجعني، أجيب لك قرنفل. ماما أنا حاسس بمغص، أعمل لك نعناع. ماما الامتحانات بكرة وأنا مش مذاكر، أعمل لك سندوتشات بيض بالعجوة. ماما الحقيني أنا عامل خناقة مع أهل مراتي، اعمل لك عزومه كوارع وممبار. ماما بكره اللجنه جايه تعمل جرد للخزنه بتاعتي والعهده اللي عندي ناقص، حقيقي يا ماما انا اختلست يا ماما، اعمل لك كيكه تاخدها وانت نازل، وتلاقي الدنيا مشيت كده ما تعرفش ازاي. سوبر باور. في قدره خارقه تاني ملمسه مع اللي فاتت دي، وهي العلاج بالبوس. انت مثلا عندك خبطه، وقعه، بطحه، تعويره، ببوسه تبقى زي الفل. سحر يا باشا، تعالى يا حبيبي، انت كده فله، انت زي الفل. بس ساعات بقى لما الاصابه تكون كبيره وفيها مشاكل والدكتور لازم يتدخل، امهات بقى في الحالات دي ما ينفعش معاها البوس، بتعدي مرحله البوس دي، تلاقيها بتمارس شويه طقوس كده، مثلا الكوين الفضه ابو اشار يتربط تمام، الاشار بنفسه تحط على عينيك، تنفخ، فاهم انت، شويه حاجات بسيطه كده، وهي قاعده كده تطلع من الكيس هوب كوين، تخش عليها هوب بتخف، تقوم ماشي، والبوسه وشوربه الخضار، تخش تنام وتبقى زي الفل. سوبر باور. في بقى القدره الخارقه اللي عجز كل علماء الاقتصاد انهم يعرفوا سرها. الام
والفلوس. الام مثلا معاشها شاكب راكب 800 جنيه. الام بقى طبعا بالمبلغ الضخم ده تلاقيها دايما بتسلفنا، تعزمنا، تسفرنا، تيجي عندنا جايبه لنا زيارات، لحمه، فراخ، ممبار، تدي العيال فلوس، تجيب لنا بيجامات وغيارات بشكل دوري. 800 جنيه دي شغاله ما تفهمش ازاي. تعمل عزومات، تتبرع للاعمال الخيريه، بتضرب في البورصه، بتسدد العجز في الدين العام، تفهمش ازاي. تروح لها في اي وقت فجاه وعلى غفله، مفيش، الدنيا فاضيه والترابيزه فاضيه والمطبخ فاضي، تبص لك كده في عينك وتقول لك ولا انت شكلك ما اتغديتش، باين عليا ازاي ما تفهمش. فجاه تلاقي في دخان طالع، شوي وقلي وتحمير وحاجات من الفريزر بتفك وفاكهه فريش، وتلاقي في وليمه طول الوقت ما تفهمش ازاي. وفي حاجه تانية، ماما بتعرف. بس دي زي ماما حلوه كده. تسال نفسك ماما بتعرف ايه؟ ماما بتعرف كل حاجه. مثلا ايه؟ تقول لك خد الجورنان ده يا حبيبي معاك وانت نازل. ايه يا ماما هعمل ايه بالجورنان ده وانا نازل؟ خليه معاك في العربيه كده يا حبيبي. طبعا مش منطقي وانت بتسمعش الكلام، فتلاقي نفسك تقعد طول النهار تتعرض لمواقف قذره. حلها ان يكون معاك اي جورنان وتخسر فلوس وتتهزق وترقيتك تتاخر، ويطلع فعلا الجورنان في اليوم ده كان ليه لازمه. انا بقى اتعلمت لو امي قالت لي البس جلد قرد وخد معاك جوافه ساقعه وانت نازل، هوافق فورا. ما هو اللي اتلسع من الجورنان ينفخ في جلد القرد. وفي النهايه ماما بتعرف. سوبر باور. والله الامهات دول مش عايزين عيد ام بس، دول يستاهلوا عيد ام، ووقفه عيد الام، وعيديه عيد الام، وحلاوه مولد عيد ام، وطبعا هدايا عيد الام. وفكك بقى من كلام هديتهم نجاحنا وتفوقنا. يا حبيبي انا مش عايزه منكم حاجه، انا يهمني بس سعادتكم وحلاوتكم خالص. هي بيبقى قصدها غساله اطباق عادي جدا، بس هي بتقول البقين دول وفي نص الكلام بتفهمنا موضوع غساله الاطباق ما بين السطور وكده، وبنفهم وبنجيبها عادي. ودي برضو سوبر باور جامدة جدا. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.